السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حلويات وملاحات. اليوم غادي نقدم لكم طريقة عمل المادلين الفرنسي الكلاسيكي، وصفة جدا سهلة وبسيطة وبمكونات جدا بسيطين، والأهم كيجيو لذاذين بزاف والأطفال كيحبوهم وكيبغيوهم بشكل خيالي. فندوزو نشوفوا المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير عندي الدقيق، البيض بحرارة المطبخ، الزبدة دايبة، سكر، خمارة والفانيلا السائله، وكذلك ممكن نعوضوها بسكر الفاني. ندوزو نشوفوا الطريقه. في اناء غادي ندير البيض، نضيف عليه السكر الفاني ونضرب الكل مزيان حتى يذوب لي داك السكر ويطلع لي الخليط شويه. هنايا غادي تلقاو الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف بالغرام وكذلك بالكاس ديال العنبه. فمن بعد غادي نضيف الزبده بشويه بشويه مع التضرب المستمر حتى تندمج لي مع باقي العناصر. من بعد غادي نضيف الدقيق مع الخماره وغادي نغربلوه من فوق الخليط ديال البيض ونرجع نخلط مزيان حتى يندمج ليه داك الدقيق مع الخليط ديال البيض كيف ما تلاحظوا. هنايا كذلك غادي نستعمل 2 معالق كبار ديال القشده السائله. انا هنايا نسيت ما قلتها لكمش وما ذكرتها لكمش مع المقادير، فكذلك غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال القشده السائله، واذا ما كانتش ممكن نعوضوها ب2 معالق كبار ديال اللبن، واذا ما كانش اللبن فنديروا 2 معالق كبار ديال الحليب، ونبداو نحركوا حتى نحصلوا على عجينه على هذا الشكل هذا. من بعد ناخذوها ونكبوها في اناء اللي ممكن من بعد نغلقوه وندخلوها للثلاجه. غادي نخليوها الا بقات لكم ليله كامله فتكون احسن. هما من اسرار نجاح المادلين خصها تبقى ليله كامله في الثلاجه او لا تصوبوها من الصباح للعشيه. فانا هنايا ما كانش عندي الوقت بزاف واضطريت انني نطيبها من بعد 45 دقيقه. فمن بعد ما دازت لي داك ساعه الا ربع فهي تتقلي العجينه، يعني فين تنخرجوها نعاود نحركها شي شويش باش تخفف لي شويه وتعطيني الطوع باش انني نوضعها في المول. هنايا خديت المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، المول كيكون هكا على شكل كوكياج، وغادي ناخذ في كل بليصه ديال الكوكياج غادي ندير معلقه كبيره ديال العجينه ونبدا نعمر في ليمول هكا حتى تنسالي كاع الكميه اللي عندي. هاد الكميه هذه خرجت لي 20 حبه اولا 20 مادلينه. الا بغيتو كميه اكثر فممكن تضاعفوا المقادير. وصراحه هذه كتجي زوينه هاد الوصفه هذه للكوت ديال الاطفال او اللي يديوهم معاهم للمدرسه. فانا غادي ناخذ لي مادلين ديالي وغادي نديرهم في الفران مسخنه انا من قبل على 200 درجه. غادي نخليوهم ما بين 10 حتى 15 دقيقه وكيبقى على حسب كل فرن. هنايا من بعد ما خرجت لي مادلين وتحمروا لي فتيجيو على هذا الشكل هذا غادي نخليهم 5 دقائق يبردوا. من بعد غادي نديموليوهم وهذا هو شكلهم النهائي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، فهي جدا سهله وبسيطه. فشكرا بزاف لكم على حسن المتابعه، والى عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على جيم، اشتركوا بالقناه باش توصلوا بكل جديد، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. انا غادي نقول لكم بسلام عليكم، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.